قصة اللاعب الكويتي محمد دحام. قبل ما ندخل بالتفاصيل يا اخوان، لا انتم اثبت وجودك بالتعليقات واضغط على اللايك والاشتراك عشان يصلك كل جديد. طبعا بعد البحث والتحري بخصوص هذه المواضيع، وكان في صدمة كبيرة والله يا اخواني. طبعا هو اللاعب يعني فئة بالكويت تسمى البدون. هذه الفئة ما تحمل الجنسية الكويتية، بدون جنسية، حتى بدون يعني جنسية أي بلد آخر. يعني يا أخواني صراحة الصدمة والطامة الكبرى أنه بعض جمهور الكويت ما كان يتمنى أنه تأهل الكويت إلى نصف النهائي، أو إحراز محمد دحام هدف تعادل أمام قطر وإعادة الآمال وحسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي. يعني كان برضو يتمنوا لو خسران الكويت ومش يعني محمد دحام عامل هذا الشيء وجاب الانتصار والفرح للشعب الكويتي والأزرق الكويتي. يعني والله يا اخوان انا ضدهم. انا يعني مع الاهتمام بهذا اللاعب. اليوم احنا على درايه ان كان دوله قطر او البحرين او اي دوله اخرى يعني تعرف انها قادره تجنس هذا اللاعب يمثل المنتخب، راح تكون يعني اول السعي لهذا الشيء. فانت لاعب موجود عندك بالكويت ويقدم كل شيء للكويت، ليش ما تستثمره؟ طبعا هو الان لديه يعني جنسيه كويتيه مؤقته من اجل يعني الاستحقاقات الرياضيه، لكن اتوقع ان شاء الله بالايام المقبله راح يكون عنده جنسيه كويتيه دائمه، ونشاهدها مواطن كويتي يتالق رفقه المنتخب الكويتي. وعشان الشخص اللي يتمنى انه ما يكون كويتي وما يتبنى الخير للمنتخب الكويتي من اجل هذه النقطه هو غلطان. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات. وطبعا هناك انباء يعني واخبار تتكلم انه اصله عراقي او اصله سوري، علم عند الله، لكن اللاعب الان يمثل منتخب الكويت، ونتمنى ان شاء الله تالقه واستمراره من اجل كل شخص ما يتمنى التوفيق له. اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات، لا تبخل علينا باللايك والاشتراك بالقناه صديقي، وشكرا لكم.